السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأهلاوية في كل بيت، أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. عايزين نتكلم بقى مع بعض شوية عن مباراة الأهلي والزمالك القادمة. طبعا هنتكلم عن المباراة بإذن الله، وعن التشكيل المتوقع، وهنتكلم عن أحمد عبد القادر وتوقيعه للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم، وهنتكلم عن أحمد زايد زيزو وإمكانية لحاقه بالنادي الأهلي وبمباراة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الاثنين. بس في البداية وقبل أي شيء لا تبخلوا عليا باللايك، عايزين نوصل اللايف ده لأكبر عدد من اللايكات فضلا وليس أمرا، وما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا في غزة بالنصر إن شاء الله، ربنا ينصرهم ويوفقهم بإذن الله، اللهم امين يا رب العالمين. نصرا قريبا لغزه وشعب غزه واهل غزه. بنتكلم في امور كتير قوي هتخص النادي الاهلي وتخص المباراه والقمه القادمه وحاجات كده كتير. وزي ما احنا شايفين في الصوره المصغره، مباريات ما بين الاهلي والزمالك 253 مباراه، فاز الاهلي في 111 مباراه، وفاز الزمالك في 61 مباراه فقط، والتعادل ما بينهم كان في 81 مباراة. هل زيزو هيشارك ولا هيفضلوا راحته في هذه المباراة؟ بس أنا من وجهة نظري أتمنى يعني إن الكابتن عماد النحاس ما يشاركش بزيزو. لو زيزو مش جاهز بنسبة 100% بل 200%، ما يشاركش بزيزو وما يجازفش بزيزو. ده أنا بتمناه، مفيش مجازفات يعني، يا ريت ما يجازفش، ويا ريت ما يبدأش بيه لو هو مش جاهز بنسبة 100%. ولأن زيزو هيبقى أصلا حتى لو هو جاهز بدنيا وجاهز 100%، أنا خايف عليه من الضغط الجماهيري ومن اللي هيحصل له في قلب المباراة. لأن مفيش شك إن زيزو هيحصل له حاجات كتير أوي في قلب المباراة دي. مفيش شك إن زيزو هيتعرض لضغوطات كتير جدا 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 في المباراة دي. مفيش شك إن جمهور الزمالك هيشتم زيزو، ايوه هيشتم زيزو. مفيش شك كمان مره ان زيزو لحد ما حاليا ما تعرضش للضغط القوي اللي نقدر نقول هو ممكن يقدر يستحمله. يعني ممكن يكون امام مر بهذه الفتره واتحط تحت ضغط كبير جدا وتعرض لهجوم شديد جدا من جماهير نادي الزمالك في فتره من الفترات، وكان قدر امام عاشور قدر ان هو يتخطى هذه المرحله، وان هو ما يتاثرش بضغط الجمهور عليه وشتايم الجمهور ليه والكلام ده كله. زيزو هل هيعدي من هذه المرحلة زي ما امام عدى منها؟ لا، ما اعرفش، دي ما حدش يعرفها، لان زيزو غير امام وامام غير زيزو. ويعني بالبلدي كده ومن الاخر مش شرط ان زيزو يعدي باللي امام عدى بيه. يعني ممكن يكون ربنا واقف جنب امام وامام قدر يتغلب على هذه المرحلة، بس زيزو ممكن ما يقدرش، والضغط ده يسبب له مشاكل كتير، ويسبب له ويأثر عليه في قلب المباراة. فهو لو مش جاهز بنسبة 100%، أتمنى إن الكابتن عماد نحاس ما يجازفش ويشارك بزيزو. والله زيزو هو جاهز 100%، والجهاز الفني متأكد إن هو هيقدر يمر بهذه الأزمة، وهو آخر يكون متأكد إن هو هيقدر يمر بهذه الأزمة. فخلاص يبقى مفيش مانع إن هو يشارك، ومفيش مانع إن هو يخوض هذه المباراة. بس أنا برضه من رأيي بلاش. بالنسبة لأحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر بعد جلسة قصيرة جدا 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 مع الكابتن وليد صلاح الدين مضى رسميا في النادي الأهلي لمدة 3 مواسم. خد 10 دقايق بالظبط. كابتن وليد صلاح الدين ما احتاجش بس غير 10 دقايق بس مع أحمد عبد القادر علشان يقنعه بأنه يمضي للنادي الأهلي. في كمان موضوع احنا لسه ما خلصناش كلام في موضوع عبد القادر، لسه هنتكلم فيه تاني، بس عايز اقول لكم على البلاغ اللي اتقدم بيه للنادي الاهلي للنائب العام ومجلس الاعلى للاعلام ضد مدحت شلبي. قررت إدارة نادي الأهلي تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكلام الكتير اللي قاله الكابتن مدحت شلبي في حق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي
من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة ام بي سي 2 وام بي سي 2 وام بي سي مصر 2، يعني ام بي سي مصر وام بي سي مصر 2، وتقديم بلاغ للنائب العام وشكوى عاجلة لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. طبعا الأهلي تقدم بالشكوى دي ضد الكابتن مدحت شلبي. يا جماعه يا ريت نعمل لايك لللايف، واللي مش مشترك في القناه يشترك فضلا وليس امرا. مفيش حد بيقدر يستحمل الكابتن محمود خطيب بيستحمله بصراحه، يعني هو الكابتن محمود خطيب خلوق قوي زي عن اللزوم لدرجه ان ايه، ان محدش يقدر يستحمل اللي هو بيستحمله والسكوت اللي هو بيسكته. طبعا مباراه الاهلي والزمالك غدا، لا مش غدا، قصدي بعد غد، يعني اللي هو يوم يعتبر غدا، يعني اليوم النهارده خلص اصلا، فتعتبر ان هي يوم الاثنين اللي هي بعد غد في تمام الساعة 8 مساء. قولا واحدا حاليا الزمالك نسبيا أفضل من النادي الأهلي شوية. أنا أهلاوي جدا جدا ومتعصب جدا وأهلاوي رخم قوي، بس أنا بقول حقيقة النادي الأهلي مستواه مش مظبوط اليومين دول من بعد ما رجعوا من كاس العالم، وخاصة بعد مباراة بورتو البرتغالي. النادي الأهلي في سوء نتائج بقى، وفي مباريات فنيا مفيش، وفي سوء حظ غير طبيعي، وفي يعني قلة أدب من الآخر من لعيبة النادي الأهلي. يا جماعة أقسم بعزة وجلال الله أنا واحد من الناس، أنا كأهلاوي يعني، وما مش بقول كده عشان أنا أهلاوي والله، لأ الموضوع ملوش علاقة بإن أنا أهلاوي أو زملكاوي، بس أفضل اسكواد موجود حاليا في الدوري المصري بل في أفريقيا كلها اسكواد النادي الأهلي. بس اسكواد النادي الأهلي مش محتاج غير حاجة واحدة بس، إن هو يفوق. اسكواد النادي الأهلي لو فاق وبقى في حالته والله العظيم لا ينيم أفريقيا من المغرب. يا ريت يا جماعة، يا ريت أنا عايز أقول إن فوقوا يا لعيبة الأهلي، ركزوا. انتوا لو ركزتوا وفوقتوا يعني مصر كلها تزعل، حرفيا مصر كلها تزعل لو النادي الأهلي في حالته، أو لو لعيبة النادي الأهلي في حالتها. مش محتاجين غير مدير فني، يعني زي ما شفنا طبعا نادي بيراميدز والانجاز اللي نادي بيراميدز عامله في كاس الانتر كونتيننتال وفي دوري ابطال افريقيا اللي فات. معاهم مدير فني تقيل، مالكش دعوه بقى بقصه ان هو عنيف شويه على الخط او عصبي شويه على الخط، بس هو مدير فني داهيه. يوريتيتش مدير فني داهيه، بيعرف يوظف اللاعبين كويس جدا 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 في اماكنهم، بيعرف ان هو يقرا الفرقه اللي قدامه كويس جدا جدا جدا. سكواد معاه مش هقدر اقول وحش، لا السكواد اللي مع يوريتيتش سكواد عالي الجوده جدا جدا. طبعا انا عايز اقول تشكيله النادي الاهلي، فبنسبه كبيره عماد النحاس مش هيألف، هيبقى الشناوي وقدامه ياسر ابراهيم وياسين مرعي لو ياسين مرعي سليم، وهيبقى محمد هاني وبنسبه كبيره كوكا، هيلعب بكوكا باك شمال، يعني محمد هاني كوكا ياسين مرعي وياسر ابراهيم. في خط النص بنسبه 100% هيكون ديانج ومروان، وقدامهم بن رمضان. اما في خط الهجوم بقى انا اتمنى انه ما يبداش بمحمد شريف ويبدا بجراديشار، مع العلم ان انا متاكد ان محمد شريف اللهم صل على النبي عليه ربنا مبارك له في مباريات الزمالك دي بشكل غير طبيعي. محمد شريف ربنا بيبقى مبارك له بشكل غير طبيعي في مباريات نادي الزمالك، وربنا بيكرمه في مباريات نادي الزمالك وبيهدف وبيعمل مباريات ممتازه جدا، ومبروك يعني هو حظه حلو وقرفته حلوه في مباريات نادي الزمالك. بس انا من رايي ان يبدا بجراديشار وبن شرقي وتريزيجيه. بص هو ده اللي هيحصل، انا اتمنى غير كده بس هو ده اللي هيحصل. يعني انت لو تقول لي امنياتك انا ايه، امنياتي انا انه يلعب بالشحات، ماشي، يلعب بالشحات ويلعب ببن شرقي ويلعب بجراديشار ويلعب في خط النص. اما خط النص هو ما فيهوش كلام، هو
مروان وديانج، وقدامهم بن رمضان. وخط الدفاع برضو ما فيهوش كلام، هيبقى محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي وكوجا، وطبعا الشناوي في حراسه المرمى. ده هيبقى تشكيل الاهلي اللي بنسبه 100% مش هيقدر يألف فيه عماد النحاس تماما.